السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير جينواز سهله بسيطه بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يتعلموا يصيبوا الحلويات في البيت ديالهم. هاد لا جينواز هذه غادي نستعملوها بدون ميزان، ولكن غنعطيكم واحد العبار اللي غادي ان شاء الله يكون معكم ناجح. لاحظوا معايا هنا غادي نحتاجوا الدقيق والبيض والسكر سنيده. بالنسبه للدقيق والبيض والسكر سنيده كنعبروهم بنفس الزلافات، يعني كتاخذوا شي زلافه كديروا فيها البيض، تقدر تزيد لكم 3 4 على حسب حجم الزلافه ديالكم، او 5 البيضات على حساب. هنا انا الزلافه هزت ليا 5 البيضات. غادي ندير بحالها تماما تقريبا ديال الدقيق وبحالها ديال السكر سنيده. غادي نخلطوا السنيده مع البيض وغادي نزيدوا عليهم اي نكهه بغينا حنايا. ممكن تزيدوا النكهه دابا، ولكن الا بغيتوا تخليوها حتى كتطربوا البيض والسكر مزيان باش تزيدوها فكان من الاحسن. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نبقى كنطرب في البيض والسكر. ضروري من الطراب الكهربائي، وضروري من البيض انه يكون بحراره المطبخ، يعني يكون ما كانش في الثلاجه نهائيا. وحتى نفرض اذا كان ان البيض كان عندكم في الثلاجه كتجبدوه كتخويو عليه الماء الساخن وتخليوه تقريبا واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق تقريبا بمخدى الحراره ديال المطبخ. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نبقى نطرب. غادي تاخذ منكم غير واحد شويه ديال الوقت، ماشي بزاف، خصوصا اذا عندكم الطراب الكهربائي جيد او الاله ديال العجانه. ملي تكون ديك الشبكه فكتطربوا في ساعه. استعنوا بالعجانه الا عندكم ديك الشبيكه ديال العجانه كتطرب لكم البيض والسكر بواحد الطريقه خرافيه وفي ساعه، يعني ما غاديش تاخذ منكم الوقت بزاف بحال الطراب الكهربائي اليدوي هذا، لان انا الشبيكه ديالي تهرست ليا منها واحد البليصه، داكشي علاش ما استعملتهاش، فهي بالشبكه ديال العجانه كتجي احسن وفي سرعه. المهم حتى بالنسبه ليا انا هاد الطراب هذا راه كيطرب. هانتوما غادي تلاحظوا غادي تبقى دابا مع الوقت كتبقى كتبان لكم ان الخليط غادي وتيبيض وغادي وتيتكاثر. انا حاولت انني ما نسرعش معكم الفيديو باش انكم تشوفوا الطريقه كيفاش غادي يتحول هاد البيض هذا من سائل اصفر الى سائل ابيض، وغادي يكون ثقيل شويه. فكنستمر في التطريب على هذا الشكل هذا. هنا كما كتشوفوا هو بدا كيتقال شويه، حيت ملي كيبدا يتقال كتبداو تحسوا به انه بدا كيتقال. صافي البنات غادي نستمر بنفس الطريقه ديال التخلاط حتى كنتحصلوا عليه. كنقول لكم اكثر نسبه انكم حتى كتبداو تحسوا بداك البيض تقال لكم. ملي كتبداو تحسوا به تقال عاد باش غادي نبداو نضيفوا في الدقيق. بالمناسبه هنا الدقيق راني وضعت معاه واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، نص معلقه صغيره. اللي بغى يديرها اللي ما بغاش يديرها ممكن انه يستغنى عليها، فماشي ضروريه، ولكن ديروها الا بغيتوا. كما قلت لكم كتاخذوا المعلقه صغيره كديروا النصف ديالها كديروا فيه شويه ديال الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للجينواز راه ما كتحتاجش فيها الخميره نهائيا، ولكن اللي بغى يديرها بهكا باش كيجي شويه الكيك ديالو مرتفع شويه فمن الاحسن. لاحظوا معايا هنايا هو البيض بدا كيتقال وتغير اللون ديالو، يعني ولا غادي البياض، يعني ولا كياخذ اللون شويه ديال الابيض مبقاش اصفر. وقلت لكم الا كانت الاله الاخرى غادي يكون احسن اكثر. هنا شوفوا معايا الخليط كيفاش ولا، يعني تيولي اللون ديالو ابيض. هنا قلت لكم ضفت واحد نص معلقه ديال خميره الحلويات، وضفت كذلك البنات هذوك الكشيكيشات اللي كتشوفوا راه معلقه ديال الخل. انا ما تصورتش ليا، ضفت معلقه ديال الخل ابيض. صافي دابا بالنسبه للدقيق غادي نبداو ندخلو فيه غير بايدنا، ما نحتاجوش نهائيا الطراب الكهربائي. والدقيق خاصو يكون منخول مزيان، يعني مغربل مزيان. تقدروا تغربلوه حتى 2 مرات هكا باش ملي كتبداو تدخلوا فيه في الخليط ما تيجيكمش ثقيل، تيجيكم خفيف. لاحظوا معايا راه تندور غير من التحت للفوق من التحت للفوق، وكنبدا كنجر في الجنيابات ما غير كنحرك، يعني ما تنحاول انني ما تنخلطش بالجهد، حيت لا خلطنا بالجهد غادي نطيحوا داك الحجم ديال البيض. صافي بهذه الطريقه غادي نبقى حتى كندخل ديك الكميه ديال الدقيق كامله اللي عندنا. ضروري ما تغربلوا الدقيق البنات، لان كنقول لكم باش كيساعدكم كيجي خفيف. الدقيق ملي ما تيكونش مغربل تيكون ثقيل، الا كان مغربل
يعني منخول بالنسبه للناس اللي كيفهموا شنو هي مغربل. دقيق خاصو يكون منخول، فكيجي خفيف بزاف اننا ندخلوه في الخليط ديال الكيك. هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، كيجي فحال ما هكا. غادي نكونوا محضرين الاناء اللي غادي يدخل الفرن. ضروري ما كنديروا بابي سولفوريزي في هذا في الاناء من التحت اللي غادي ندخلوه الفرن، يعني ورق المطبخ البنات، باش الجينواز ديالنا ما تلصقش لينا في الاناء. وبالنسبه للجوانب فانا كندهنهم غير بالزبده، لان الجينواز ملي كتخرجوها من الفران كتخليوها واحد شويه راسها كتعزل على الجوانب، ولكن القعر ديال الاناء فضروري ما ديروا ليه ورق المطبخ هكا باش ما كيعذبكمش. الطريقه ديال اننا كنخويو الكيك، ما كنخويوش كلشي الكيك في الوسط، تنبقاو تنخويو وتندوروا على هاد الطريقه هذه باش الكيك ديالنا او لا جينواز ديالنا تجينا مقاده، ما تجيناش بلاصه طالعه وبلاصه عوجه، وما تجيناش منفوخه من الوسط. فاش كتجيو تخويو لا جينواز كتبقاو كدوروا في يديكم في الاناء. هادو هما لي جينواز اللي صيبت. انا صيبت جوج حيت بغيت ندير كيك ديزاين اللي كيكون عالي، فانتوما تقدروا ديروا غير كيك وحده. الكيكه كنقسموها على 3، هذه كتعطينا 3 ديال لي طرونش، وبواسطه ديال 3 ديال لي طرونش ممكن اننا نديروا كيك عادي كيجي معمر وزوين. غير انا بغيت ندير كيكه ديزاين تكون عاليه، لهذا احتاجيت 3 ديال القطع. صيبت القطعه الاولى وصيبت القطعه الثانيه، وكل قطعه كتعطينا 3 ديال القطع. غادي تشوفوا معايا ملي غادي نجي نقطعهم. اول حاجه غادي نحاول انني نقي هاد سميتو لا جينواز من الفوق، كنحيد منها داك الطريف الفوقاني اللي ما غاديش يعجبني. الا جاكم بحال هكا، الا جاكم قادر غادي نتخليو. غادي نحيد هاد الطريف الفوقاني وغادي نحاول انني نقطع على 3 ديال القطع اللي غادي تلاحظوا معايا. انا وحده درتها بالنكهه ديال الفاني، ووحده درتها بالنكهه ديال هذاك الليمون. داك النكهات اللي كنشريو من عند بائع الحلويات درت منها واحد نص معلقه، بانها تلاحظوا وحده غادا تجي بيضه اللي فيها الفاني، وغتلاحظوا وحده غتجي صفراء. هذيك اللي جات صفراء هي اللي درت فيها نكهه الليمون، واللي جات بيضه هي اللي فيها الفاني. صافي البنات غادي ندوز دابا نقطعهم 3 قطع. غادي تجيبوا واحد الموس اللي يكون عندكم طويل وكبير، او تجيبوا القطعه الخاصه بالكيك، يعني على حسب نتوما شنو بغيتوا. هنايا غادي نقطع هذه حتى هي على 2، وهنا كيف ما كتلاحظوا كما كتشوفوا هذه جات صفراء والاخرى جات بيضاء على حسب النكهات اللي ضفت ليهم. كل وحده عطاتني 3 ديال القطع. نتمنى ان لا فيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. ما تبخلوش عليا باللايك وبالاعجاب وبالتعاليق ديالكم. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.